كوكو حبيباتي، جيتكم اليوم بهذه الوصفة تاع خبز الدار اللي يخرج لكم بزاف خفيف ورايحين تعاودوها بمقادير بزاف بسيطة. تبعوا معايا تشوفوا كيفاش درتو. اول حاجة عندي هنايا كاس معمر تاع الحليب الدافي، نزيد معاه ربع كاس تاع الزيت، وعندي هنا مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، وزوج مغارف كبار تاع السكر. نخلطوا هذه المكونات مع بعضهم. بعد ما تخلطونا مليح نزيدو معاهم بيضة كاملة، وعندي هنا مغرفة صغيرة تاع الملح. نكمل نخلط هذوك المكونات، وعندي هنايا 2.5 كيسان تاع فارينة. نبداو بكاس ونص هما الاولين. هنا نزيد نضيف هذاك النصف ونخلطهم مع بعضهم. في هذه الوصفة ماناش رايحين نستعملوا يدينا خلاص، نبقاو نحركوا بالطريقة هذه كما راكم تشوفوا معايا حتى وين يوصل لنا الخليط لهذا القوام. يعني تقدروا تقولوا قوام كريمي. ومن بعد نزيدوا هذاك الكاس اللي خليناه من قبيل ونكملوا نخلطوا. كما قلت لكم ماناش رايحين نستعملوا يدينا في هذه الوصفة. نبقاو نخلطوا بهذه الطريقة حتى نوصلوا لواحد القوام اللي راح نوريه لكم في الاخير. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. نغطوا العجين تاعنا بالسيلوفون ونخليوها ترتاح. هنا بعد ما ارتاحت نجيب البلاط تاعي اللي رايحه ندهنه بشويه تاع الزيت كما راكم تشوفوا، ومن بعد باش نحط الخليط تاعي. مستعملناش يدينا خلاص كما شفتوا معايا. هنا وين رايحه نستعمل يدي ورايحه ندير شويه تاع الزيت باش نقدر نمشي العجينه في البلا. كما راكم تشوفوا معايا نمشوها بهذه الطريقه في البلا كامل. ومن بعد نخليوها ترتاح قبل ما نديروا لها البيض. لهنا عندي صفار بيضاء مع شويه تاع الحليب. راني قلت لكم بلي نخلي العجينه ترتاح باش ندير البيض تاعي ولا والسانوج. وهنا نديها تطيب على 190 درجه في الفرن. شوفوا البنات بعد ما طابت لي كيفاش خرج. راح يكون بزاف سهل في التقطيع تاعو، والداخل يجي بزاف خفيف. وهذه كانت وصفتنا لنهار اليوم البنات. ان شاء الله تكون عجبتكم النتيجه النهائيه، وان شاء الله تجربوها ثاني وتخلوا لي رايكم. وباي باي.